ازيكم يا جماعة؟ لو كنتوا بتفكروا تجيبوا فضة لعيد الميلاد أو عايزين تستثمروا في الفضة، يبقى لازم تسمعوا عن اللي هيحصل في السوق. بصوا بقى، أسعار الفضة في البورصات العالمية بتولع زي الشواية في عز الصيف، فلا هنشوف نفس الارتفاعات هنا في مصر ولا هتفضل الأسعار في حتة تانية. تعالوا مع بعض أكلمكم عن كل حاجة بالتفصيل، بس ما تنسوش الأول تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة عاوز أقولها، الفضة مش بس حلوة للزينة، لا دي كمان استثمار. يعني لو انت مش حابب تشيل ذهب وتحس انه تقيل عليك، يبقى الفضة هي البديل. تفتكروا لما قلنا ان الاسعار ارتفعت؟ واقصد بكلامي دوت ان الاسبوع اللي فات بوقت طبعا تسجيل الفيديو، الفضة زادت في البورصات العالمية بنسبة 1/10%. ودوت معناه انت لو معاك $100 دلوقتي بقى في جيبك $100 و10%. والموضوع هنا مش بسيط، خصوصا مع التوترات الجيوسياسية اللي بتحصل حوالينا، وكل ده بيخلي الطلب على الفضة عالي جدا. بالنسبة بقى للسوق المصري، الوضع كان جدي جدا. الفضة ارتفعت أكتر من 7%. يعني لو بتفكر تشتري فضة عيار ال 800 دلوقتي هتدفع تقريبا 42 جنيه للجرام، أما عيار ال 999 ب 52.5 جنيه، وعيار ال 925 كمان مش قاعد ساكت عند سعر 48.5 جنيه. يعني الأسعار بقت زي النجم اللامع في السماء، عمال يطلع أكتر وأكتر. والسؤال الكبير المهم اللي كل الناس بتدور عليه، ليه الفضة بترتفع؟ والكلام هنا مش بس علشان الطلب عالي عليه، لا ده كمان عشان الأسعار العالمية. الأوقية يعني علبة الفضة الكبيرة ارتفعت ل 33.67 دولار، والناس بقت بتحس إن الفضة هي الطريق للنجاة، خصوصا مع الأسعار الجنونية للذهب. جرام الذهب عيار ال21 وصل ل 3735 جنيه. يعني لو بتفكر تشتري، الفضة أحسن ليك. ولو أنت بتفكر هل أشتري فضة ولا ذهب، هقولك أنت لو معاك ميزانية مش عايز تخسرها عشان نفسيتك ما تتضايقش، يبقى اشتري فضة. وفي الآخر اللي بيتعب وبيشتغل ويلاقي نفسه مش قادر بيكتشف إن الفضة أرخص بكتير من الذهب، ودي فرصة حلوة لو أنت حويط ومش عايز تخسر فلوسك. وفي تقرير جديد من بنك سيتي ريسيرش بيقول إن أسعار الفضة في توقعات إنها تواصل صعودها وتعلى أكتر من كده كمان، ومتوقعين إن الأوقية توصل ل $40. يعني تخيلوا معايا لو الأسعار كملت بالطريقة دي، هنبص نلاقي الفضة بقت أغلى من الجنيه اللي في جيبنا، والدهب أكيد كمان مش هيسكت وهيطلع هو كمان. ومتوقعين كمان إن الأسعار توصل ل $2800 للأوقية. يعني كلنا محتاجين نكون جاهزين، لأن كل واحد فينا ممكن يلاقي نفسه بيشتري فضة بدل الذهب، وهتكون مناسبة للي معاه شوية فلوس ومش عايز يخسرها. طب ايه اللي المفروض نعمله الفترة اللي جاية؟ بصوا يا جماعة، قبل ما تقرروا لازم تفكروا في شوية حاجات. الفضة استثمار حلو بس في مخاطرة، يعني لو انت مش مستعد تتحمل المخاطر بلاش تدخل في الموضوع. لكن لو انت عايز تستثمر هتلاقي الفضة فرصة حلوة ليك، وخصوصا مع الارتفاعات المتوقعة، واحتمال كبير تلاقي الفضة هي الملاذ الآمن ليك في المستقبل إن شاء الله القريب. وعايز أقول دلوقتي إن إحنا ما ننساش نتابع دايما الأسعار ونشوف السوق عامل إزاي. الأسعار بتتغير بسرعة، ومع كل التوترات السياسية لازم نكون حذرين، لكن في نفس الوقت الحياة قصيرة، وإذا ما جربناش هنتعب نفسيا. سؤالي ليكم هنا، فكرتوا في الفضة ولا لأ؟ هل بجد ناويين تشتروا برضو ولا لأ؟ يا ريت تشاركوني رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وعايزكم دايما تتابعوا كل جديد، فتابعوا معايا الفيديوهات الجديدة عشان تعرفوا كل حاجة بالتفصيل أول بأول. بشكركم جدا ان كملتوا معايا الفيديو لغاية دلوقتي، وانا دلوقتي سايب لكم فيديو ممتاز جدا برضو تتفرجوا عليه، هتلاقوا فيه تفاصيل مهمة جدا لازم تعرفوها. واشوفكم بإذن الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.